شايفاها من وجهة نظرها ان هي مش مظبوطة فيها، سواء كان مثلا شكل مناخيرها، سواء كان الثدي، اي منطقة هي كانت عايزة انها تجملها، بدأت دلوقتي بشكل كبير تفكر في الموضوع ده، وخصوصا بعد القراءات الكتير اللي ممكن السيدة تقراها حول نجاحات علاجات جراحات التجميل في كل مكان. الحقيقة حول هذا الموضوع معانا الأستاذ الدكتور طارق أحمد سعيد، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، وهيجيب إن شاء الله على كل استفساراتكم اللي بنتلقاها عبر التليفون خلال هذه الفترة المفتوحة. بنرحب معاكم بالدكتور طارق. أهلا بك يا دكتور. اهلا بيك دكتور. زي ما انا بقول يعني يمكن موضوع جراحات التجميل ده في السنوات الاخيره يعني شغل ستات كتير جدا، خصوصا ان كل شويه بنقرا في المجلات او في الجرايد ان في نجاح كبير وتقدم كمان هايل في هذا الموضوع. من الجراحات دي يمكن كتير جدا بيقولوا الثدي. السيدات كتير مثلا تشكو من كبر حجم الثدي او من صغر حجم الثدي. انا عايز اسال حضرتك في البدايه يعني ايه الحالات المرضيه اللي ممكن فيها نتدخل بجراحات التجميل بالنسبه للثدي؟ في حالات التضخم الثدي اللي هو المبالغ فيه، يعني في بعض البنات بعد سن البلوغ بيحصل لهم تضخم كبير قوي في حجم الثدي ويستمر معاهم بعد كده. الثدي المتضخم مش مشكله تجميليه بس، هي مشكله صحيه كمان لانها بعد شويه بتؤثر على العمود الفقري بتاع لو وزن الثدي كبير جدا بتؤثر على العمود الفقري بتاع السيده، فتبتدي تعمل لها تغيرات تاثر على جسمها او تؤثر تضايق نفس كمان. فاحنا في بعض الاحوال بنتدخل لتصغير الثدي كسبب طبي وليس تجميلي على الاطلاق. طب دكتور، بالنسبة حضرتك بتقول بعد البلوغ بيحصل ده، ليه بيحصل؟ هل ليه أسباب معينة؟ لا ملوش سبب واضح لسه لم يصل، ولا بيبقى حاجة وراثية أو وراثية؟ في معظم الأحوال بتبقى وراثية، لكن في بعض الأحوال بتبقى حالة مرضية كمان، مش وراثية ولا خلقية مرضية. طيب إزاي بيتم لو إحنا مثلا هنصغر الثدي؟ إزاي بيتم هذه العملية؟ إزاي بتتعمل؟ هو تصغير الثدي له انواع كتير من العمليات، طرق كتيره جدا تطورت على مدار التاريخ يعني في الطرق دي، لكن كلها في النهايه مبداها واحد. ان احنا بنصغر الثدي عن طريق زي رسومات هندسيه. احنا بنحاول الثدي الكبير بيبقى مشكلته الحجم الكبير وانه ساقط اللي بنسميه سقوط للثدي تحت، فبنحتاج نرفعه لمكانه الطبيعي ونصغر الحجم عن طريق جروحنا بتتعمل بطريقه هندسيه في الثدي، بحيث ان احنا بعد ما نشيل الجزء اللي مراد استئصاله من الثدي تصغيره، لما نقفل الجروح على بعض هندسيا ترجع تاني ترسم الشكل الدائري الطبيعي للثدي. وفي نفس الوقت هل بتشيله من كل مكان يا دكتور؟ لا. يعني هو مثلا من فوق ومن الجنبين ومن تحت، ولا بيبقى فيه جزء معين كله من ممكن تحت كله من تحت؟ كله من تحت. طب ده ما بيغيرش المنظر؟ ما هو ده بقى اللي بقوله لحضرتك، ان بيبقى فيه رسومات هندسيه معينه لطريقه التصغير، بحيث انه في النهايه لما يتقفل الثدي يرجع تاني للشكل الطبيعي الدائري بتاعه، ما تحسيش ان هو اتشال من ناحيه واحده من الثدي، لكن هو كل الازاله بتبقى من الجزء الاسفل من الثدي في معظم الطرق الشائعه للاستئصال يعني. وفي النهايه بيبقى الشكل طبيعي تماما. طب دكتور، بيقال يعني هناك بعض الاطباء بتبقى فتحه العمليه احيانا بتبقى تحت الصدر، وفي ناس بتعملها حوالين الحلمه. يعني انهي الاحدث فيهم؟ يعني هو الكلام ده اساسا ما ينطبق على حالات تكبير الثدي مش تصغير. التكبير هو اللي اساسا بيبقى فيه هذا الجزء، لكن التصغير برضه ليه طرق كثيره من الجروح. في طريقه اللي هي بيبقى بنسميها زي حرف تي مقلوب بالانجليزي، اللي هو بيبقى فيه جرح بالطول في الثدي وبعدين جرح تحت الثدي. وفي طريقه ثانيه اللي هي بيبقى جرح واحد بالطول وبيلغوا تحت الثدي خالص، وفي طريقه زي ما حضرتك بتقولي بيبقى الجرح حول الحلمه. ده في التصغير برضه التصغير، لكن اللي بيقرر نوع العمليه مش هي مين الاحدث من مين، هو كلهم في عمر واحد تقريبا. لا اصل لو هو حوالين الحلمه بيبقى ما مش باين خالص اعتقد، مش كده؟ لكن مش كل الناس بيبقى مع نفس دايره الحلمه فما بيبقاش بالظبط، ولكن مش كل واحده ينفع لها كل انواع الجروح. يعني عشان اقدر اعمل الجرح اللي حوالين الحلمه لازم يكون حجم الثدي حجم معين، لو زاد عنه ما ينفعش، لان احنا لازم زي ما قلت لحضرتك بطريقه هندسيه نعيد تدوير الثدي مره اخرى بحيث انه يبقى شكله طبيعي. وبالتالي الاختيار هي مش احدث واقدم، هي الاختيار على حسب حجم الثدي ونوعيه الحاله، كل حاله لوحدها. يعني هو كبير زياده عن اللزوم ما ينفعش حوالين الحلمه. لازم من تحت، ما نقدرش تدينا كميه الاستئصال اللي احنا محتاجينها. وفي طرق حديثه برضه بتستعمل في حجم متوسط،
اللي هي الجرح الواحد من غير جرح من غير حرف تي. ده برضو ما ينفعش في الاحجام الكبيره قوي، ينفع في الاحجام المتوسطه اللي هي ما بين دي ما بين دي. فهي طرق كثيره تعتمد على حكم الطبيب على الحاله نفسها، مش على مجموعه حالات. طب بالنسبه لشد الثدي، حضرتك بتقول لو الثدي ساقط بيتشد، بتعملوا ايه؟ بتشدوه ازاي يعني؟ شد الثدي ده نوعين، او رفعه قصدي. ما هو رفعه في نوع بيحتاج معاه عمليه تصغير، لان احنا قلنا كل عمليات تصغير الثدي يبقى الثدي كبير وساقط، فهي من ضمن عمليه تصغير الثدي هي عمليه رفع الثدي. لكن في حاله يبقى الثدي مش كبير لكن ساقط، وبالذات ممكن بتحصل بعد الحمل والولاده والرضاعه. بعد الرضاعه المفروض حجم الثدي اثناء الحمل والرضاعه يكبر، وبعدهم بيصغر اوتوماتيكي لحجمه الاصلي، ده الطبيعي. في بعض الاحوال ومش قليله انه بيصغر اكتر من حجمه الطبيعي، بيغضب ويحصل له سقوط. ففي هذه الحاله هيبقى الرفع معاه مش تصغير، تكبير. يعني تكبر وترفعه. طب بترفعه ازاي يعني؟ قصدي اقول ايه، بخيوط يعني ولا ايه؟ لا برضه بطريقه هندسيه معينه، ان احنا بنعمل جروح، بننقل مكان الحلمه اللي سقطت لتحت دي مكان اعلى. وبالتالي برضه نفس الرسمه الهندسيه اللي احنا عاملينها، لما بنقفل الجروح ترجع تدي الشكل الدائري تاني للثدي، بس بعد ما نكون شدينا الجزء كبير من الثدي. بتشدوه ايه ازاي؟ بغرز من داخل من جوه. بترفعوا نفس الجلد يعني؟ لا النسيج غده الثدي نفسها مش الجلد، ما هو تحت الجلد. بخيوط يعني؟ بخيوط طبعا. بتترفع لفوق بخيوط. وفي احوال كثيره جدا بنحط معاه جهاز تكبير للثدي. لان بيبقى لكن لو كبير الثدي طبعا لا خلاص كبير يبقى دي جزء من عمليه تصغير الثدي، ما بتبقاش عمليه منفصله، هي جزء من عمليه تصغير الثدي تتضمن رفع الثدي. لكن لو ما فيش الثدي مش كبير، الثدي صغير، يبقى هنعمل عمليه تكبير ومعاه شد. فاحنا حاولنا نعمل شد بس من غير لا تكبير ولا تصغير. طيب دكتور، هل العمليه دي ليها مضاعفات؟ يعني ممكن يحصل مضاعفات؟ التكبير ولا التصغير؟ نقول ده ونقول ده. يعني لو بالنسبه للتصغير على التكبير، تصغير. التصغير هي اساسا مشكله طبيه اصلا. يعني حجم الثدي الكبير ده في حد ذاته مضر. ملوش مضاعفات. ازاله الثدي الجزء الكبير ده ملوش مضاعفات. انما في بعض الانواع ممكن تؤثر على الرضاعه فيما بعد، وفي بعض الانواع العمليات لا تؤثر على الرضاعه. في التصغير. تؤثر على الرضاعه ازاي؟ يعني ممكن في بعض الطرق للتصغير تخلي الرضاعه ما تحصلش. ليه بقى؟ لانها بيبقى في عمل جراحه في القنوات اللي بتوصل اللبن يعني بتوصلها. لكن في كل الطرق الحديثه اللي احنا بنستعملها دلوقتي العمليه تؤثر على الرضاعه. لا تؤثر خلاص، الطرق الجديده كلها لا تؤثر. ده الكلام ده في الطرق القديمه. لكن كمضاعفات على الثدي نفسه في بعض الحاجات، الكلام المتداول ما بين الناس ده ما صحيح خالص. لا يؤثر على الاورام ولا على اكتشافها ولا على حدوثها خالص. انما بالنسبه للتصغير بقى، التصغير في الناس بيبقى التكبير، قصدي التكبير احنا بنستعمل في التكبير جهاز ممدد بنزرعه في الثدي عشان يدي الحجم المطلوب. فده جهاز الجهاز ده عباره عن كيس من ماده لا تتفاعل مع الجسم طول العمر كله. بتبقى مليانه نوعين من المحاليل، يا اما محلول ملح يا اما حاجه زي بيسميها سيليكون جل. سيليكون جل يعني جل بيدي الملمس بتاع الثدي الطبيعي. يبقى طري يعني، يبقى نفس الملمس بتاع الثدي تقريبا. بعض الناس بتخاف من الموضوع ده، بتقول ان هو بيؤدي الى اورام وخلافه. بس ده اثبت الكلام ده مش صحيح خالص. العلم اثبت ان ده مش مظبوط، وده بقاله 30 او 35 سنه بيستعمل وثبت انه ملوش اي علاقه خالص بالموضوع، ملوش اي مضاعفات. بيتزرع عاده الجهاز تحت العضله اللي تحت الثدي، مش تحت الثدي نفسه، تحت العضله اللي تحت، وبالتالي هو لا يؤثر خالص. يعني ايه في الظهر؟ لا في الظهر يعني تحت الثدي، يعني الثدي يبقى قدامه هو وراه وبينهم عضله كمان. ليه مزايا الموضوع ده ايه؟ ميزتين اساسيين. الاولانيه انه مشاكل تكميل الثدي اساسا ان الجسم بيحوط اي ماده بتتزرع فيه بالالياف. فالالياف دي بعد شويه الالياف دي بتنقبض، بتصغر زي اي جرح بتشد. فلو هي لو هي ضيقه حوالين الجهاز بتغير شكله شويه. ثبت ان لما الجهاز يتحط تحت العضله ما بيحصلش الكلام، وبالتالي بيعفينا من هذه المضاعفات. نمرة 2، لما يكون الجهاز محطوط ورا الثدي يبقى احنا في المستقبل لو السيدة اللي عملت تكبير الثدي دي هيحصل لها اي سبب اورام، هنقدر نكتشفها، مش هيأثر معانا والله، لان هو مش محطوط قدام الثدي ولا جواه، مش مداري على الثدي، مش مداري حاجه خالص. فبالتالي بالاشعه وبالفحص لو هي في يوم من الايام هيجي لها ورم مش بسبب التكبير من غير ملوش علاقه بالتكبير هنكتشفه بسهوله، وبالتالي ما بيأثرش. طب ناخد الاتصال. الو من فضلك.
فكرة اتقطعت على ما يبدو، بس تحاول تكلمنا تاني اللي بتتصل بينا. نكمل كلامنا يا دكتور. بالنسبة للتصغير انا بكلم لو هي مثلا، هل لو انت قصدي التكبير، لو انت هتحط تكبر السن، هل لو البنت دي ما كانتش اتجوزت هل ده بيأثر مثلا على الرضاعة او ان الثدي، التغيرات اللي بتحصل مع الحمل؟ طب ناخد التليفون. الو. الو. ايوه. لو سمحتي كنت عايزه اشترك في البرنامج مع حضرتك. معاكي الدكتور، اتفضل. اولا كنت عايزه اسلم على الدكتور واشكره كتير. هو انا عندي هالات سودة، بس انا حاولت معاه كتير، رحت لاكتر من دكتور بس للاسف بدون اي جدوى، وخدت كريمات كتيره، وانا عايزه اعمل ليزر. هل ده ممكن ياثر عليا ولا؟ الدكتور هيرد على حضرتك. مشكله الهالات السوداء مشكله شائعه جدا. اسبابها كتيره، اهمهم الارهاق وعدم العنايه بالبشره كويس. بس في ناس بتبقى طبيعتها كده، في ناس يعني مش بس يعني ممكن ما يكونوش عندهم ارهاق، لكن طبعا بتبقى دي طبيعه بشريه طبعا. لكن في احوال كثيره جدا بيبقى له علاقه بالارهاق وقله النوم وقله الاكل، والاهم شيء بان نحافظ على بشرتنا الميه، شرب الميه. الميه بصفه عامه في الجلد. الجلد لما بيبقى ناقص ميه بيحصل في كل المشاكل، من جنهالات سوداء، ويحصل فيه تشققات، ويحصل فيه تجاعيد، ويحصل فيه خلاف. فالعنايه بالجسم مبدئيا، وبعدين العنايه بالبشره من اهم الحاجات اللي تساعدنا في التخلص من هالات السوداء. بالاضافه للحاجات اللي هي قالتها، الكريمات المختلفه. هي الكريمات دي مش سحر، هي الكريمات دي بتساعد، لكن لو انا ما ساعدتش الجلد بتاعي هي مش هتساعد. فممكن هي تستعمل الكريمات. هي قالت الليزر، هي بتقول الليزر. الليزر ليه ادوار كتيره جدا في الوجه، لاعاده نضاره الوجه ولازاله اثار السن الزائده شويه، لكن دوره في ازاله الهالات السوداء ضعيف جدا والله. بالاضافه لانه الليزر بيتوقف جدا على نوعيه البشره اللي بتستعمل ليها، سواء كانت بشره غامقه او بشره فاتحه. طبعا نتائج الهاله للليزر في البشرات الفاتحه، لكن في موضوع الهالات السوداء انصح اكثر انها تهتم بشرب الميه كتير، باستعمال كريمات مرطبه كتيره للبشره، تاخد حقها من النوم والاكل كويس، وبعدين ممكن تبقى تستعمل انواع من انواع الكريمات النازله جديده اللي بتستعمل لازاله او تحسين تاثير الهالات السوداء. طب هل موضوع الهالات السوداء دي، معلش نكمل عشان تبقى عارفه، هل موضوع الهالات السوداء ممكن يكون ليه سبب مرضي مثلا في الكلى او حاجه؟ طبعا بس احنا بنتكلم كل الكلام ده على ان احنا بنتكلم يعني هي بس الاول تعمل تشيك برضه على الكلى عشان تطمن، وبعد كده يبقى اكيد حاجات ثانيه. واي حاجه مرض عام في الجسم له تاثير عمومي ممكن يعمل الكلام طيب ناخد الاتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكي الدكتور، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي طبعا. لو سمحت يا دكتور، لو سمحت يا دكتور، عندي طفلة داون مزعج. بس وطي التلفزيون حضرتك خالص، اسمعيها بالتليفون بس. عندي طفلة داون مزعج. عملت لها عمليتين تجميل. الو. ايوه يا فندم. عملت لها عمليتين تجميل في عينيها. ايوه. هي دلوقتي محتاجة تقريبا تجميل في منطقة الانف والفم. أيوة. تنصحني اعملها في عمر قد ايه؟ هي عندها وخصوصا هي الاكيو بتاعها 97. عندها قد ايه دلوقتي يا فندم؟ 2.5 سنين. طيب يعني يستحسن ان احنا نعمل العمليه دي على سن 4 أو 5 سنوات. انا عشان المدرسه يا دكتور. ما هو قبل المدرسه على طول. ايوه قبل المدرسه على طول، عشان في المدرسه ما يبقاش فيه نوع من انواع السخريه او الحاجات دي من الاطفال. أيوة. وفي نفس الوقت قبلها على طول عشان يبقى الانسجه كبرت بشكل كافي والغضاريف كبرت بشكل كافي انها تتيح للجراح اللي بيعمل العمليه انه يبقى عنده انسجه يقدر يشتغل عليها. في منطقه الفم يا دكتور؟ في منطقه الانف. الانف؟ طبعا. طيب بتجيب نتيجه يا دكتور؟ طبعا بتجيب نتيجه الى حد كبير على حسب الحاله. طبعا انا ما اقدرش اقول لك انا مش شايف هي شكلها متحسن شويه يعني اللي بيشوفها. انما على حسب الحاله اكيد بيبقى في تحسن واضح يعني. ايوه متشكره جدا يا دكتور. مع السلامه.
هو الحقيقة معلش يعني أنا بقول للمشاهدات والمشاهدين يعني بالنسبة للأطفال يكلمونا بعد ما نخلص الكلام على السيدات، لأن هيبقى لنا كلام برضه في التجميل الأطفال بعد شوية بعد الفصل اللي هنعمله. بنعود لكلامنا يا دكتور عن الثدي، وكنت أنا بسأل على حاجة قبل ما يجي التليفون الأولاني، كنت بسأل على التغيرات اللي ممكن تحصل بعد التجميل. بعد التجميل، هل بتأثر على ده ولا لا؟ احنا اتفقنا يعني لو هي هترضع تاني، لو هي فعايزين احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا بنحط الممدد خلف عضله الثدي. ايوه، خلف العضله بتاعت الصدر اللي ورا الثدي، وبالتالي هو لا يؤثر خالص على الرضاعه من اي نوع. خالص ملوش اي تاثير، ولا يعمل نزول في الثدي تاني ولا كلام. هنقولها. فهي اما بيجي بعد كده يحصل الحمل والرضاعه هيحصل نفس التغيرات اللي بتحصل للثدي طبعا، هيكبر الثدي مره اخرى. بس هو مش شغال حاجه بشكل ممدد، انما هو هيكبر الثدي ويرجع يصغر بعد الحجم، فطبعا هيحصل تغيرات بقى اللي هي بتحصل لاي بني ادم طبيعي، لكن الحجم هيفضل ثابت، وبالتالي هو مش هيأثر في حاجه. هو هيكبر ويصغر بس الحجم اوريدي زاد شويه، فهي المشكله محلوله. المشكله الاصليه هتفضل محلوله، وهيحصل تغيرات اللي كانت هتحصل لها لو كان حجم الثدي بتاعها اصلا كبير. لكن مش هيسقط تاني يعني لو هي عملت رفع ثدي مع تكبير ممكن يسقط، يعني هتضطر تعمل رفع تاني. هنضطر نعمل رفع تاني، ويستحسن بعد ما تبطل الحمل على حسب الحاله. اصل ممكن ساعات بيبقى الشكل سيء، هي ما تقدرش تصبر عليه لحد ما تتجوز وترضع وتخلف وترضع، بتبقى محتاجه تعمله، ولو حصل اي تغير بعد كده بيتعمل له حاجه ثانيه اذا كان محتاج. اوكي، ناخد الاتصال. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا بنت عندها 22 سنه. اتفضل. معايا؟ معاكي لو سمحت من بنت عندها 22 سنه، من حوالي 5 سنين كده في جنب من جنبين كبر قوي، بدأ حجمه يكبر، فوديتها الدكتور قال دهون على الجنب، فانا مش عارفه انزلها ازاي. جنب من بطنها ولا جنب من الثدي؟ لا في الجنب بالظبط كده، في ناحيه من النواحي. تمام. بدأ يكبر حجمه، فوديتها الدكتور قال دوت دهون متراكمه، فانا مش عارفه اعمل معاها ايه. في ناحيه واحده فقط؟ ايوه في ناحيه واحده. طيب هي بتكون ان في دهون متراكمه في نعم مكان ما دام في ناحيه واحده، ايوه يبقى بالفحص لازم نحدد اذا كانت الدهون دي دهون ولا كيس دهني. انا مش سامعه للاسف. ممكن يكون التراكم اللي في ناحيه واحده ده عباره عن كيس دهني. وفي لو كان كيس دهني يبقى حله استئصال جراحي. طبعا. عادة تراكم الدهون اللي هو العادي ما بيبقاش في ناحيه واحده، يبقى في الناحيتين. في الحاله دي ممكن نعمل له شفط للدهون، لكن لو هو في ناحيه واحده بس كده يبقى لازم بالفحص نتاكد انه مش كيس دهني، لانه غالبا هيكون كيس دهني، غالبا هيحتاج ازاله جراحيه. هو المنطقه كلها حجمها كبير. ما هو ممكن تكون المنطقه ممكن يكون كيس دهني كبير كده؟ ممكن يكون كيس دهني كبير. وبالتالي في الحاله دي هيبقى جراحه، هيبقى جراحه. طب هي تعمل ايه؟ لازم تروح تكشف تاني عند الجراح. تعمل ايه؟ تعمل اشعه يعني؟ لا بالكشف بقى اساسا. بالكشف عند الجراح. انا وديتها الدكتور هو قال لي دهون. اوكي، ما هي الدهون دي زي ما بقول لحضرتك ممكن تكون عباره عن كيس دهني، وممكن تكون دهون يكتب عليها شفط. روح للدكتور تاني. تروح للدكتور طبيب تجميل، هو هيقدر يقرر، وبالتالي هيقرر نوع العلاج. باذن الله. طيب ماشي، شكرا. العفو. بنرجع لكلامنا يا دكتور، يعني عايزه انتقل على لموضوع جراحات السمنه عند السيدات. يعني الجراحات دي بتختلف طبعا من سيدة لأخرى. في حجم بيبقى مثلا لو مسكنا مثلا البطن، وده طبعا معظم السيدات المصريات بيبقى عندهم المنطقة دي زايدة، ايه اللي ممكن يخلي الطبيب فعلا يلجأ للجراحة بشكل قوي؟ يعني لازم يقول دي جراحة مش حاجة تانية غير. هو احنا طبعا كل الأحوال كل العمليات اللي هنعملها في الموضوع ده هي تجميلية بحت، وبالتالي السبب اللي احنا بنعمل عشان العملية او اي شيء هنستعمله هو التجميل. فايه هو المتاح بالنسبة لنا لتصليح البطن؟ هو البطن اللي بيخلي منظر البطن يسوء، وبالذات بعد الحمل والرضاعة المتكررة، حاجتين. نمرة واحد تراكم الدهون طبعا، لكن نمرة اتنين كمان ترهل العضلات اللي بيحصل بعد الحمل، وتمدد العضلات اثناء الحمل. بعد الولاده العضلات بتبقى مترهله، فدي بتساهم بشكل كبير جدا في ان البطن تبقى حجمها زايد بشكل كبير. بالاضافه لان الجلد نفسه بعد ما بيتمدد مع الحمل والولاده او مع السمنه بصفه عامه بيترهل. فاحنا لما بنيجي نفحص المريضه اللي محتاجه تعمل تجميل للبطن لازم بنقرر احوال 3 حاجات: احوال عضلات البطن ايه، واحوال الجلد ايه، وحجم الدهون اللي محتاج ازالتها ايه. حجم الدهون اللي محتاج ازالتها ده لو متوسط
بنعمل له عمليه اسمها شفط الدهون. بندخل انبوبه رفيعه كده من غير جروح كبيره وندوب الدهون ونشفطها. دلوقتي طلع حاجه جديده اسمها اذابه الدهون عن طريق الحقن اللي بيسموها الميزوثيرابي، ان احنا بنحقن دهون. دي الاحدث حاجه. هي برضه هي مش بدائل، هي حاجات مكمله لبعضها. يعني ميزوثيرابي او حقن اذابه الدهون ما ينفعش في الاحجام الكبيره، هو معمول الاحجام المتوسطه والصغيره، بس ان احنا بندوب الدهون وبالجسم او لو في مكان مثلا محدد فيه دهون، يعني ما يبقاش الجسم تخين لكن شفط الدهون بصفه عامه، حتى الشفط الجراحي مش معمول عشان السمنه، هو معمول عشان اماكن محدده. الجسم بيخس لكن الاماكن دي ما بتخسش، هي بتفضل متكون فيها الدهون وبالتالي هو بيتعمل لها سواء بالشفط او لو حجم صغير او ممكن نعمل اذابه للدهون. لكن لو الجراح شايف ان بعد ما يعمل اذابه او الشفط الجلد مترهل يبقى ما عملناش حاجه، يبقى احنا فضينا اللي جوه الجلد لكن الجلد نفسه مترهل. وفي هذه الحاله ما ينفعش الشفط لوحده، بنعمل حاجه اسمها عمليه شد. ممكن شد لوحده او شد ومعاه شفط للدهون بتاعته. يعني ممكن الشفط يتعمل معاه شد في ايوه طبعا. وممكن شد لوحده والشد بنشيل معاه الدهون من غير شفط بقى بالعمليه الجراحيه، بس يبقى فيه جرح. لو بقى الطبيب حس ان العضلات كمان مترهله يبقى لازم نعمل عمليه شد بطن وازاله للدهون، لكن واحنا بنعمل العمليه دي بنعمل عمليه شد للعضلات كمان، والا الشكل مش هيتغير كتير، هيبقى صحيح شلت الدهون لكن العضلات بارزه لبره لانها مترهله وبالتالي المنظر ما اتحسنش. فهي بيبقى 3 حاجات مع بعض على حسب كل حاله، برضو على حسب رؤيه الجراح. محتاجين شد عضلات ولا لا، محتاجين شد للجلد ولا لا، ولو الاثنين مش محتاجينهم يبقى الشرط كفايه، ولو في حالات صغيره جدا يبقى ينفع نعمل حاجه او ميزوثيرابي. طب دكتور بالنسبه للشفط، لو انت هتشفط دهون يعني الكميه اللي المفروض يشفطها الطبيب هل بتتعمل كلها مره واحده ولا بيبقى اكتر من عمليه ولا ايه؟ اكتر من عمليه على حسب برضو الكميه اللي مراد شفطها. احنا عاده ما بنحبش نشفط اكتر من 3 لتر دهون في المره. 3 لتر. 3 لتر. يعني تعتبر 3 ازايز تقريبا. فهو على حد. طب وده ما يبقاش خطير؟ لا لحد كده يبقى كويس. احنا كمان بنستعمل دلوقتي طريقه الشفط اتغيرت عن زمان، الطريقه الحديثه اللي بنسميها دوات تكنيك او طريقه الرابطه، ان احنا بنحقن مواد الاول قبل الشفط، بنحقن في مكان اللي هنشفط فيه ماده. الماده دي بتعمل حاجتين، بتضيع الوجع اللي بعد العمليه، ونمره 2 بتعمل انقباض الاوعيه الدمويه، فبالتالي الشفط اللي طالع الدهون دي ما يبقاش فيها دم وبالتالي المريضه لا تفقد دم. فده اللي اتاح لنا احنا نوصل لكميات كبيره من زمان قبل الطريقه دي كان ما نقدرش نشفط كتير لانه هيبقى في دم كتير طالع معاه في العينه هتفقد دم، فمحكومين بكميه اقل. دلوقتي نوصل للكميه دي. لو هنحتاج اكتر من كده يبقى محتاجه تعملها على كذا مرحله، يعني ممكن مثلا سيده هتعمل شفط البطن والاذرع مثلا او الفخذ، تعمل بطن في يوم وبعدها مثلا كذا شهر تعمل للايدين او للرجلين وهكذا، عشان ما نعديش كميه محدده اللي مسموح لنا بيه. طيب ناخد الاتصال مدام امل من المعادي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك وازي دكتور طارق؟ اتفضلي معاكي الدكتور. كنت عايزه اسال لو سمحت يا دكتور، انا كنت عملت 3 قيصريات ومراره وما كانش عندي فعلا بطن خالص، بس بطني كبرت جدا من ساعتها. ما باكلش تقريبا يعني، بس عندي فعلا تراكم دهون في الجنبين وفي منطقه البطن والارداف والثدي وحاجات كتيره كده. فكنت عايزه رقم التليفون بتاع حضرتك. طب ممكن التليفون ممكن تاخديه من الكنترول، بس انت عايزه تسالي سؤال معين للدكتور؟ يعني مثلا الحاجات دي كلها ليها عمليه واحده ولا لا؟ ما زي ما قلنا دلوقتي ولا شخص ولا ليها ايه مش عارفه. انا زي ما فهمت من حضرتك ان في الثدي وفي الارداف وفي البطن. معلش انا مش سامعه. كده زي ما حضرتك قلتي ان في تراكم الدهون في كذا مكان في الجسم. ايوه في كل مكان هيحتاج حاجه معينه، يعني بالنسبه للبطن حضرتك عامله مراره. المرارة معمولة بجرح شكله ايه؟ جرح في وسط البطن ولا جرح مائل تحت القفص الصدري؟ لا جرح في وسط البطن بالطول كده. بالطول. طيب يبقى في الحالة دي لما هنعمل هنحتاج عملية شد البطن والعضلات. العملية هتتعمل ببعض المحاذير عشان الجرح اللي بالطول ده بيأثر شوية على طريقة تصليح العضلات الموجودة، وفي نفس الوقت بيأثر على الجلد، فمحتاجة بالفحص كده نشوف إذا كان ينفع شفط ولا شفط زائد شد للبطن. بالنسبة للثدي لو عايزه تليفون حضرتك او عنوان العياده من الكنترول. انا بقول لك بالكنترول، ما ينفعش نقوله على الهواء. بس كمل حضرتك يا دكتور. فكنا بنتكلم على لا هي كنت هكمل لها كلام هي بالنسبه للثدي بقى. الثدي ده غالبا هيحتاج عمليه تصغير الثدي او شده مع تصغيره، مش شفط طبعا. احنا مش شفط الثدي. طيب بالنسبه للدهون حضرتك اللي انت هتشفطوها،
هل في طريقة قبل ما يتعمل العملية تليين او تذويب الدهون دي شوية بحيث ان هي ينفع تتشفط بسهولة، ولا بتبقى زي ما هي وبتتشفط لا، هو مجرد أجهزة الشفط. أي نوع عادي بإيدينا بنعمله، أو نوع تاني بيستعمل الموجات الطاقة الصوتية. في الاثنين سواء الموجات الطاقة الصوتية أو المانيوال العادي اليدوي، إحنا اللي بندوب الدهون. إزاي بقى بمجرد تحريك الكانيولا داخل طالع رايح جاي جوه الجرح، ده بيدوب الدهون لوحده، أو بالجهاز الثاني بيستعملوا الموجات الطاقة الصوتية هي اللي بتدوب الدهون. عادة الشفط فهي مفيش مشكلة، مش محتاجين ندوبها قبل العملية، هي في العملية بتدوب. لأن ما يحصلش شفط الدهن غير وهو دايب. يعني لازم، ما انا عشان كده بقول ان حالة بطريقتين، خصوصا في الاحجام الكبيره كتل يعني دي اي حجم. هو الدهن في الجسم ما بيبقاش، الدهون ما بتبقاش سايبه، بيبقى جوه حاجه بنسميها فات سيلز او الخلايا الدهنيه. فاحنا بنشفط، لازم بنعمل اذابه للدهون عشان نقدر نشفطها، سواء مانيوالي او يدويا او عن طريق الموجات الطاقة الصوتية. طيب بالنسبه للبشره يا دكتور، بشره الوجه، يعني في بعض السيدات بتبقى مثلا عايزة الجفون عندها مثلا فيها تجاعيد، ازاي بيتم تصليح العيب ده لو هو طبعا التجاعيد من اكثر الحاجات دلوقتي اللي عليها الكلام والعمليات وخلافه. التجاعيد طبعا حاجة من الحاجات اللي بتتكون مع السن، ومع السن مش لازم السن المتقدم قوي، يعني ممكن السن المتوسط 30 سنة ممكن 35 سنة ممكن يبتدي يحصل تجاعيد خفيفة. تتطور طبعا لحد فوق سن مثلا 70 وال 65 يبتدي يحصل تجاعيد كبيرة. مش كلهم زي بعض، مش كلهم علاجهم واحد. كل يوم بيحصل حاجة جديدة في الموضوع. والله طبعا القديم اللي احنا عارفينه كلنا شد الوجه او شد الجفون او شد الجبهة، اللي هو ده بيتعمل للتجاعيد الجامدة. ويستحسن ان احنا نصبر عليه لحد ما يبقى فيه تجاعيد جامدة، ما نستهلكوش في السن الصغير. يعني تجاعيد جامده في الوش نعمل شد وش، او تجاعيد جامده في الجفون نعمل شد للجفون او للجبهه واخلافه. لكن قبل كده في المراحل السنيه الاصغر من كده اللي هو الاربعينات والثلاثينات واوائل الخمسينات عندنا طرق جديده بديله بقى. عندنا حاجه اسمها الحقن، ان احنا مش لازم نشد تجاعيد، احنا ممكن نملى التجاعيد ما نبانش، اللي بنسميهم الفيشيال فيلرز او الممددات للوجه. دي مواد معموله من ماده معينه كده لا تتفاعل مع الجسم، بتتحقن في التجاعيد تملاها فتبقى التجاعيد مش فتساويها فما تبقاش مبينه. وبس المشكله بتاعتها انها ليها عمر، يعني بتقعد فتره معينه وبعدين قد ايه بقى؟ سنه تقريبا. سنه. بتقعد فتره وبعدين تحتاج تتعمل تاني. نفس الكلام برضه الحاجه الجديده اللي بنسميها البوتوكس. البوتوكس ده ماده بتعمل استخاء مؤقت لبعض العضلات المسؤوله عن بعض التجاعيد. يعني التجاعيد اللي بتحصل فوق الانف، التجاعيد دي بتبقى نتيجه استعمال المنطقه دي اللي هي بتاعت التكشير. دي بتبقى نتيجه ان العضلات اللي في المنطقه دي قويه قوي، فهي اللي عامله المنظر ده. فبنحقن فيها ماده بنسميها البوتوكس. الماده دي بتعمل لها ارتخاء تضيع التجاعيد تماما، بس برضه ليها مده، برضه حوالي سنه. بعد السنه محتاجين نعملها مره ثانيه، وتكرارها ما بيضرش. في حاجات ثانيه، في حاجه ميزوثيرابي برضه زي اللي قلناها في موضوع الدهون، بس بيتعمل في الوش بطريقه ثانيه بحاجه مواد ثانيه خالص. مواد ثانيه حقن برضه، بس مواد ثانيه غير اللي بنستعملها دلوقتي. يعني حقن تملى الكلام ده ولا ايه؟ فيتامينز لا، بتعمل زي اعاده نضاره للبشره والجزء اللي تحت البشره. وبالتالي بيبتدي البشره يبان انها احلى، يبان هيلثي اكتر. فده طبعا مش التجاعيد الواضحه، التجاعيد اللي هي الخفيفه قوي او للاثار اللي من غير تجاعيد لسه تدي نضاره للوجه. لكن لو في تجاعيد واضحه زي جفون متعدله او خلافه بنعمل عمليه. العمليه دي بتتعمل بجرح داخل الجفون ما بيبانش تقريبا خالص، بيستأصل جزء خفيف من الجلد اللي هو المترهل، وعاده بيبقى فيه شويه دهون خفيفه برضه مسؤوله عن الترهل سواء في الجفن الاعلى او الاسفل، بتتشال برضه. بجرح ما بيبانش تقريبا. طب ناخد التليفون. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايزه اسال الدكتور. معاكي طبعا. كنت بعمل دايت فجسمي نزل وصدري بقى اللي هو خس بس مترهل خالص. ايوه. فكنت عايزه لو مثلا هعمل عمليه تصغير او كده، عايزه اعرف ممكن يبقى تكلفته قد ايه، وصدري لو انا برضع دلوقتي حاليا يعني لو عملت العمليه ممكن يعني عادي مثلا كده، يعني عايزه اعرف. لا طبعا هو اثناء الرضاعه لا ينصح خالص انها تعمل اي عمليه، ما تعملش حاجه خالص، يعني تنتظر لحد بقى ما الرضاعه تخلص، وبعدين بعد الرضاعه نقدر نشوف اذا كانت محتاجه تجليل فعلا
ولا محتاجه شد بس؟ لا انا مش عايزه تكبير. ما هو السن مناسب قوي، بس هي المشكله عندي كلها اللي هو متراهن خالص. برضه بيبقى الحكم برضه ساعتها، لان بعد ما خلاص الرضاعه بيحصل ان الصدر بيرجع يصغر تاني شويه. ده الطبيعي. فبرضه بقى بنقدر نحكم في النهايه بعد خالص ما تخلص عمليه الرضاعه خالص، لانها بعد كده المنظر هيتغير على اللي انت شايفاه دلوقتي. هو انا تقريبا معلش يا دكتور ان انا خلاص ان انا تقريبا هفطمه يعني. خلاص ده ما تفطميه بقى بالكشف نقدر نحدد. لو هي عمليه شد مش هتحتاجي غير عمليه بسيطه بتبقى جرح زي ما قلنا حوالين الحلمه، والجرح نازل منها لتحت كده برضه على حسب الحجم وكميه السقوط، لان كميه سقوط الثدي بتختلف من بني ادم لبني ادم، مش ثابته، في درجات لسقوط الثدي، فده اللي بيقدر يحددها الطبيب. طب معلش يا دكتور اخر حاجه انا عايزه بس اعرف هو هعمل حاجه زي كده تكلفه العمليه دي؟ لا دي طبعا بتختلف من مكان لمكان، ما نقدرش يعني ما فيش حاجه بالتقريب كده؟ لا دي مختلفه تماما، على حسب برضه هيستعمل ايه وعلى حسب اذا كان في ممدد هيستعمل ولا لا، فدي على حسب المكان اللي هتروح. اوكي. طب انا عايزه رقم تليفون حضرتك لو سمحت. من الكنترول حضرتك. طب اوكي. اتفضل. دكتور بنرجع تاني لموضوع شد الوجه. انا عايز اعرف من حضرتك هل في انواع بشره يعني ما ينفعش معاها شد الجلد ولا كل انواع البشره؟ لا كل الانواع ينفع لها. ينفع لها. لكن طب انهي نوع من البشره اللي هي بتاخر فيها التجاعيد؟ بالظبط. التجاعيد بتبان بسرعه جدا في الخواجات. والله في الجلد البيض قوي. البيض قوي هم دول اللي بيتاثروا اكتر تاثر، لان من جزء من اسباب التجاعيد السن والشمس. الشمس والتاثر بتاع الجلد بالشمس. الجلد اللي فيه صبغه زي جلدنا او جلد الريس الميدل ايسترن بيتحمل اكتر من الجلد الابيض، وبالتالي هم عندهم تجاعيد بتبان، يعني ممكن تلاقي نفس السن واحده سمراء وواحده فاتحه خالص تبان اكبر كتير في السن، لان الجلد الابيض بيتاثر اسرع بالتجاعيد. لكن الاثنين بيفعلوا طبعا عمليات الشد طبعا. بس الشد يا دكتور يعني بيبقى مؤلم قوي، انا بسمع في ناس كتير بيبقى في الم جامد جدا بعد العمليه. بيبقى الالم يعني محدود. ده بيقولوا فعلا في ناس بتحكي على الكلام ده، في ناس من الفنانين يعني بعض الفنانات او كده بيقولوا انه مؤلم جدا. هو بيبقى في الالم في اول يومين. هو بيبقى بيتفتح منين؟ يعني المفروض الشد ده بيبقى منين؟ على حسب برضه بتفتح منين؟ على حسب الشد الايه. لو شد الوجه والرقبه والرقبه بتتشد ما بيبقاش خطأ؟ لا الرقبه والوجه بيتشدوا عشان الترهل اللي يبقى هنا. بيتفتح جرح قدام الاذن بالظبط، جزء من قدام ولا داخل جوه الاذن هنا وبعدين راجع من ورا الاذن عشان الشد يبقى في الاتجاه ده، لان احنا مش بنشد الوجه كده، احنا بنشد الوجه كده اهو. عشان كده بيشد معانا الرقبه. ده لو شد المنطقه دي. لكن ساعات بيبقى شد المنطقه دي اللي فيها الترهل. وفي الحاله دي بيتعمل لها حاجه بنسميها سنترال فيسليفت او تشيك ليفت. بيتعمل الجرح بتاع الشد الجفون نفس الجرح بتاع شد الجفون هو اللي بيتعمل. انت بتفتح شد الجفون منين؟ الجسم التحتاني بيتفتح تحت الرموش على طول. تحت الرموش؟ على طول عشان ما يبانش خالص بعد كده. ما بيبانش ولا بيبان؟ بيبقى تحت اللاشز على طول، تحت الرموش على طول. بتشد الجفن. بتشد الجفن. لو في بقى هنا ترهل بيتشد هنا كمان. ففي نوعين من انواع شد الوجه. وطب وفي فتحه بتبقى برضه في الشعر؟ في للفورهيد او للجبهه. في للجبهه. للجبهه. يعني لو الجبهه ولا كل ده بيتعمل مع بعض؟ ممكن يتعمل مع بعضه لو هو محتاجينه مع بعضه. وممكن يتعمل منفرد، يعني لو بس المشكله في الجبهه يبقى هنعمل شد الجبهه. طبعا شد الجبهه دلوقتي قللوا قوي موضوع البوتوكس، لان البوتوكس بيضيع التجاعيد الموجوده هنا فبيخلي يعني قليل، لكن بتتعمل دلوقتي بالمنظار. فبدل ما كان زمان بنفتح لشد الجبهه بعرض الجبهه كان بتعمل تنميل وشعور مش ظريف. دلوقتي بتعمل بفتحه صغيره لان بتعمل بالمنظار. فبالتالي ما بتعملش مشاكل بتاعت زمان. طيب ناخد مدام مايم 6 اكتوبر. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي طبعا. ازي حضرتك يا دكتور؟ لو سمحت يا دكتور كنت عايز اسال عن عمليات تصغير الثدي، هل بتاثر على الرضاعه بعد كده؟ ما انا قلت دلوقتي ان هو العمليات بتاعت زمان كانت بتاثر. لكن دلوقتي العمليات بالطرق الحديثه بنعملها تقريبا ما بتاثرش. يعني ما بتاثرش؟ يعني التكنيكس الجديده كلها ما بتاثرش على الرضاعه، فممكن يحصل رضاعه وممكن ما يحصلش طبعا، بس ده ممكن يكون مش هيحصل من غير تصغير الثدي برضه. يعني ممكن يكون الرضاعه هيبقى حجمها قليل اصلا، لكن العمليه ما بتاثرش ما بتلغيش الرضاعه. يعني ما لهاش علاقه بالرضاعه؟ مش زي العمليات بتاع زمان اللي هي من 20 سنه مثلا. طب ماشي، متشكره قوي يا دكتور.
طب دكتور، احنا طبعا بعد تليفون الأخت مي بنتوقف قليلا مع فاصل ونرجع مرة تانية عشان نتكلم عن عمليات التجميل بالنسبة للأطفال، ومع برضو الدكتور طارق أحمد سعيد. مرة تانية رجعنا لكم على الهواء مباشرة، ولقاءنا مع الأستاذ الدكتور طارق أحمد سعيد، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة. الحقيقة الفترة دي هنتكلم عن جراحات التجميل عند الأطفال، وهي كتير جدا ومتعددة وأسبابها مختلفة تماما عن جراحات التجميل الأخرى للسيدات أو للكبار. دكتور، يعني في البداية إيه أنواع جراحات التجميل الخاصة بالأطفال؟ طبعا الجزء الاساسي من جراحات التجميل اللي بنضطر نعملها في الاطفال العيوب الخلقيه او العيوب اللي بتولد بيها الطفل. اللي بتولد بيها الطفل. طبعا من الحاجات المشهوره قوي اللي الناس كلها تسمع عنها حاجه بيسميها الشفه الادنبيه. الشفه الادنبيه احنا عايزين نعددهم الاول الجراحات كلها، وبعد كده نتكلم على كل عيوب هتبقى موجوده في كل حته في الجسم. يعني في عيوب في الوجه زي الشفه الادنبيه وزي سقف الحلق المشلول. في عيوب في الصوابع اللي هو الصوابع اللي ملتصقه ببعض، او صوابع مش موجود، او الايد فيها مشكله تكوينها كله على بعض. نفس الكلام بيحصل في الارجل. في حاجات بتبقى موجوده في اماكن كثيره في الجسم زي الوحمات، سواء الوحمات الدمويه او الوحمات غير الدمويه. الاذن بيحصل فيها مشاكل برضه. الاذن ممكن تبقى الاذن مش موجوده، ما تكونتش الاذن الخارجيه، او ساعات في حاجه بنسميها الاذن الوطواطيه او الاذن اللي بارزه لبره. فهي بتؤثر على حتت كتير قوي في الجسم، وكل واحده ليها طرق علاج ووقت التدخل الجراحي اللي بيحصل فيه. طيب نبدا بالشفه الارنبيه ممكن. يعني ايه شفه ارنبيه؟ الوجه لما بيجي يتكون اثناء طب ناخد التليفون معلش. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ممكن لو سمحتي اسال الدكتور بس؟ معاكي طبعا، بس لو سمحتي وطي التلفزيون خالص عشان تقدري تسمعينا كويس. حاضر ماشي، وطيته خلاص. اتفضلي. بقول لحضرتك السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ بقول لحضرتك انا عندي ابني كده في نفخ تحت عينيه. ايه يا فندم؟ في نفخ تحت عينيه. يعني منفوخ. نفخ. هو عنده قد ايه يا فندم؟ عنده 12 سنه. والكلام ده بقاله قد ايه؟ لا هو اتولد بيها. في ناحيه واحده ولا في الناحيتين؟ في الناحيتين. بيكبر ويصغر ولا ثابت؟ لا ده بالعكس، ده بيزيد يا دكتور. بيزيد؟ بالتدريج مع يعني كل ما بيكبر النفخ ده اللي تحت عينيه بيزيد معاه. نفخ. طيب في الحالة دي ممكن برضه يتفحص نشوف إذا كان النفخ ده هل ده يعني أكياس دهنية ممكن تتشال. بس لازم نتأكد برضه إن مفيش سبب عضوي نخلي فيه حصل انتفاخات تحتانية. هل في انتفاخات في حتة تانية في جسمه، في أطرافه، في الإيدين، في الرجلين؟ لا هو لا يا دكتور، هو مفيش بس إلا عينين. خلاص هو لو عينيه ممكن يتعمل لها إزالة بس حضرتك عندي إخواته برضه نفس الطريقة، بس ده يعني أكتر شوية. ما هي بيبقى فيها جزء وراثي طبعا، وفي الحالة دي ممكن يتعمل لها إزالة طبعا. يعني حضرتك ممكن تعملي تجميل؟ ممكن تعمل لها إزالة تجميلية. ماشي، شكرا يا دكتور. شكرا. بس هو ولد في النهاية، يعني البنات بتبقى أكتر. طيب نرجع للشفة الأرنبية. يعني إيه؟ الوجه لما بيتكون ما بيتكونش جزء واحد على بعض. بيتكون من بعض 4-5 أجزاء بيلتحموا مع بعض. ففي بعض الأحوال الالتحام ما بيتمش ما بين جزئين من جنب بعض، زي اللي بيحصل في الشفة. فنلاقي الجزء ده ما لحمش لبعضه فيتولد الولد فاتح مشقوقة. بنسميها الشفة الأرنبية أو الهير ليب. في بعض الأحوال تكون هي لوحدها كده، وفي بعض الأحوال يمتد عدم الالتحام ده لسقف الحلق كمان، فتبقى الشفة الأرنبية ومعاها سقف الحلق كمان مشقوق. فده ليها مشكلتين، مشكلة تجميلية ان شكل الولد وحش، لكن في مشكلة تانية ان عدم وجود الشفة المكتملة وفي نفس الوقت عدم وجود يأثر على الكلام ولا ايه؟ يأثر على حاجات كتير قوي. من اول الرضاعة الولد عشان يرضع عشان يشفط لازم يكون في عضلة حوالين فتحة الفم بنسميها اودوكيلاريس اورس، عضلة بتعمل اضطراب للفم. لو العضلة دي في حتة ناقصة ما تعرفش تعمل الانقباض ده، ما يعرفش يرضع من بدري، وبالتالي يبقى محتاج طريقة معينة عشان نساعده للرضاعة. محتاج الأم تفضي اللبن في شيء وتديهوله بحاجات مجهزة إنها يشبعها عشان هو مش عارف يشفط. وفي نفس الوقت لو هو عنده سقف حلق مشدود بيشفط اللبن يطلع فوق في مناخيره وبالتالي مش عارف يبلع بره. فلازم يتعمل له حاجة بيعملوا بيها سد لسقف الحلق عشان يبلع ما يطلعش على الأنف، فبتأثر على الوظيفة مش بس على الشكل. وبعدين بعد شوية بتأثر على الكلام.
وفي بعض الاحيان بتاثر على السمع، لان بيبقى في وظيفه الانف والاذن برضه مع بعض. طب ناخد التليفون ونرجع نكمل. الو. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك اكلم الدكتور؟ معاكي طبعا. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. دكتور من فضلك بالنسبه لابني هو اتولد بصباعين كبار. تمام. ايوه. فبالنسبه للصباع الاولاني هو كبير جدا حجمه، واللي جنبيه اكبر يعني مرتين. تمام. هو عنده قد ايه؟ هو عنده دلوقتي 9 سنين. 9 سنين. ما عملتلوش حاجه قبل كده؟ يا فندم؟ ما عملتلوش اي تدخل قبل كده؟ لا بصراحه هو كان والده قلقان جدا من الموضوع ده، ويعني ان هو عمل قبل كده عمليه منصور وكلام من ده. ف يعني مش عايزين كتر عمليات بقى، وعمل لوز وبتاع وكده. فمش عايزين كتر عمليات بالنسبه له. فالمره دي بقى بصراحه لقينا بقى دلوقتي بدانا نجيب له الكوتشي، نجيب له 2 مثلا عشان نمره اكبر او نمرتين بين الرجل دي والرجل دي. تمام. هو مش بس كده، هو بعد شويه هتبتدي تاثر على المشي كمان طبعا، وعلى الجري وخلافه. هتضايقه يعني، مش هتاثر على ميكانيزم المشي، لكن هتضايقه وهو بيمشي. هو بيلعب بيها عادي، وبيلعب كاراتيه وكده. احنا محتاجين بنعمل اشعه معينه كده عشان نتاكد سبب التضخم ده ايه، لان بيبقى فيه جزء بنكشف عليه ونعمل اشعه عشان نشوف التضخم ده. لو التضخم ده فيه جزء دموي بيحتاج يتعمل له حاجه معينه يعني. لكن في جميع الاحوال هو علاجه جراحه. يعني العلاج بتاعه جراحي. هو علاجه جراحي. بيتشال الاجزاء الزايده بحيث ان يتصغر حجم الصباع لنرجع للحجم الطبيعي او ما يقرب بالحجم الطبيعي. فهو حله في الاخر جراحي. يعني اعمل له اشعه عليها يا دكتور؟ بتروح بس الدكتور الاول عشان هو الموضوع الكبر كبر من اساس العظم يعني. بيبان لا بيبان من الاشعه سبب الكبر ايه، لان دي حاله بنسميها لوكال جاجنتيزم او تضخم موضعي. التضخم الموضعي دي اسباب كتير، فلازم الدكتور يعرف السبب عشان يقدر يقرر اي طريقه للعلاج تستعمل. فلازم تكشفي، مش انت تعملي اشعه، هو الدكتور اللي هيطلب نوع معين من الاشعه. تمام. بنرجع بنتكلم عن الشفاء الأهملية. أنا عايز أعرف يا دكتور يعني إمتى يحدث التدخل في هذا الموضوع، ومن سن قد إيه؟ يعني هل هو طفل بيبي ممكن يحصل الكلام ده، ولا لا نستنى مثلا لما يبقى في سن معين؟ هو بيختلف من الشفاء الأهملية وسقف الحلق المشهور، الاثنين مش زي بعض. احنا زي ما اتفقنا هو بيأثر على الرضاعة، الشفاء الأهملية بتأثر على الرضاعة. الشفاء الأهملية وسقف الحلق بيأثروا على الكلام والسمع، وبالتالي الشفاء الأنبية ما دام بتأثر على الرضاعة يبقى محتاجين نعملها في أسرع وقت ممكن عشان يرضع. فاحنا الرول ان احنا بنعملها بعد ما الولد يتم 10 أسابيع. عشان يعني قبل ما يكمل سنة كمان. 10 أسابيع هو بيسموها ذا رول اوف 10 او قاعدة 10. 10 أسابيع ويبقى وزنه 10 كيلو او اكثر عشان يتحمل العملية. فاول ما يوصل الولد يقدر في السن ده طبعا يتحملها، لانه بنعيد تظبيط العضلات بحيث ان هو بعد كده يقدر يرضع عادي. وبياخد بنج وكل طبعا. لا ده في ولاد بتعمل عمليه عندها يوم، وفي دلوقتي جراحات لو حضرتك تعرفي في جراحات داخل الرحم. يعني بيفتحوا الرحم ويعملوا عمليه للطفل وهو في الرحم. ما انا عارفه دي. وفي والولد عنده يوم ساعات يحصل حاجه طارئه لازم يعمل عمليه. لكن احنا ما دام عمليه بنعملها من غير مش طارئه بنعملها بعد سن 10 سنين. ده بالنسبه للشفاء الأنبية. لكن بالنسبه لسقف الحلق احنا بنحتاج ننتظر شويه لحد ما يبقى الانسجه تسمح لنا بان احنا نلاقي مكان نعمل فيه اصلاح. وبالتالي دي بنأجلها لما يتم ما بين 10 شهور وسنه. يعني نبتدي نعمل العمليه دي بعد سن 10 شهور. بس بنكون اصلحنا الشفاء الأنبية، لو هم مشتركين بنكون عملنا الشفاء الأنبية خلصناها. يعني نعمله دي لوحدها ودي لوحدها، يعني ياخد بنج مرتين لان لا ده هو لازم كده، لان في المرحله الاولانيه احنا عايزين نعمل حاجه سريعه عشان الولد يعرف يرضع طبيعي. وفي نفس الوقت ما نقدرش نعمل طب الاصلاح اللي هيبدا بيحصل ازاي؟ يعني بتصلحوه ازاي؟ يعني لو الشفاء الأنبية بتعملوا ايه؟ هي بيبقى الحته دي مفتوحه. لو احنا خيطناها في بعض مباشره كده ما بيطلعش شكلها كويس، لان في الاخر اي جرح بنعمله اي جرح في الجسم بيحصل بعد شويه بينقبض، وهو بيخف بينقبض بيقصر. لو خيطناه في بعض يبقى بعد شويه الشفه عامله كده. فبيحصل ما نسميه نوتشنج او فيه حاجه محدبه هنا. عشان ما يحصلش الكلام ده هي بتتعمل بطريقه هندسيه بقى. بيتفتح الناحيتين دول بس بطريقه معينه بحيث ان هم ما يتقفلوش دايركت كده، بيتقفلوا بشبه حرف زد بالانجليزي بحيث ان هو الانقباضات لما تبقى في اتجاهات مختلفه تبقى تعادل بعض. الانقباض هنا يعادل الانقباض اللي بالناحيه الثانيه، فيبقى في الاخر الشكل مظبوط ما يطلعش في الحته اللي طالعه لفوق دي اللي هي بيسموها. لكن العضله ما هي في بيبقى شق في العضله، فازاي بتبقى كده؟ بنصلحها بنخيطها في بعض تاني. العضله نفسها دي بنخيطها في العضله بتاعت الناحيه وبالتالي في الاخر يرجع عنده تاني
القفل بتاع البق فيقدر يعمل امتصاص. ده بالنسبه للشفه الانابيه. ناخد معلش قبل سقف الحلق ناخد التليفون عشان ما نستناش. الو 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 فصل التليفون، فصل معلش. حاول تكلمنا تاني. نتكلم على سقف الحلق. سقف الحلق فيه انواع منه. في نوع بسيط جدا بيبقى جزء صغير جدا في الاول، وده بيبقى مشكلته بسيطه جدا، وده بيتعمل مع الشفه الانابيه في الاول خالص. لكن في جزء اللي بيبقى السقف كله مشقوق، ده بيحتاج عمليه في وقت متاخر شويه بعد 10 شهور ولا حاجه. برضه بيتعمل زي تسليك لسقف الحلق من ناحيتين بطريقه معينه، وبتحريكه من عن طريق العظم بطريقه معينه برضه كده لحد ما يتقفل في النص فيرجع تاني. يعني نغلق. بتاخد قد ايه لغايه ما تلتئم عمليه زي دي يا دكتور؟ يعني بيقعد قد ايه الطفل لغايه ما بالنسبه للشفه الانابيه يعني احنا بنزيل الغرز بعد مثلا 10 ايام، وبيكون بعدها شهر ولا حاجه بتكون خلاص الوظيفه نهائيا طبيعيه. شقف الحلق برضه بياخد له بتاعها شهر يكون. طب وفي خلال الفتره دي بتاكل ازاي؟ الشفه الانابيه وسقف الحلق مش حاجه، مش مرض تجميلي بس. ده مرض لفريق كامل. يعني فريق كامل لازم يتابع الطفل، مش جراح تجميل بس ولا جراح اطفال بس. لازم في جراح تجميل، في جراح اطفال، وفي مسؤول عن السمع والكلام، طبيب مسؤول عن السمع والكلام، وفي طبيب ممكن يكون مسؤول عن ده بعد العمليه المتابعه. قبل وبعد قبل العمليه وبعد العمليه يتاكدوا ان هو يتعلم الكلام مظبوط، ياكل مظبوط، ما يحصلوش مشاكل في ودانه مظبوط، وكمان دكتور اسنان. عشان بعد ما نصلح شفه سقف الحلق بيحتاج تظبيط وتقويم الاسنان. مش ما فيش اسنان في الوقت ده. ايوه يعني حضرتك السن ده لا، ما هو مش لازم، مش الاسنان نفسها، لكن الفك اللي هو مطرحه هيطلع السنان. في مشكله ثانيه بتبقى موجوده مع سقف الحلق والشفه الانابيه في الانف. الانف بتاع الطفل الشفه الانابيه بتبقى فيها مشاكل برضه، ودي برضه بيحتاج لها عمليه تجميل الانف، ودي من الاسباب القليله جدا اللي بتخلينا نعمل عمليه تجميل للانف في الاطفال، اللي هي الانف اللي بعد الشفه الانابيه. بنعملها بعدها برضه بعد سنه بعد ما يكون الولد يقدر يستحمل لإصلاح شكل الأنف بعد الشفاء. فدي عملية للتيم مش لجراحة التجميل. يعني الحاجتين دول ممكن يعمل فيهم 3 عمليات يعني. طب ناخد الاتصال. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك اكلم دكتور؟ معاكي طبعا، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. دكتور من فضل حضرتك، انا ابني عنده دلوقتي شهرين، هو لسه يعني كمان اسبوع كده هيتم شهرين. بس للاسف احنا كنا عايزين يعني خد ما اتولد على طول موضوع الطهاره دي كانت على طول. فجي شافه دكتور الاطفال قال ناجلها شويه لان عنده عيب خلقي في العضو بتاعه. في ايه بقى؟ الفتحه بتاعت مجرى البول مش في مكانها الطبيعي. مظبوط. يعني اللي هي الاصليه مقفوله. ايوه. والثانيه مفتوحه بقى من تحت كده شويه. تمام. بس فمش عارفه اعمل معاه ايه بقى، واعرضها للدكتور ولا هيتعمل له عمليه هتبقى عباره عن ايه النظام كده يا دكتور؟ اتفضلي الدكتور هيرد عليك. ميرسي. مشكلة العضو الذكري للأطفال برضه دي مشكلة من المشاكل الشائعة. يعني بيبقى موجود الجزء الأخير من مجرى البول لن يتكون، وبالتالي فتحة مجرى البول ما تبقاش في آخر العضو الذكري، بتبقى تحت لأن ما تكملتش لحد الآخر، وبالتالي بيبقى فتحة البول نازلة تحت في جنب العضو الذكري مش في آخره. فدي مشكلة بتأثر على الطفل في ساعتها، وبتأثر عليه كمان بعد ما يبقى كبير ما يكبر على لو ما اتعملتش يعني على الولاده ما يعرفش يخلف، لانه يبقى لان كده بيتاثر مع عمليه الاخصاب، وبالتالي بيتعمل لها عمليه تجميل. المرض ده بنسميه هايبوسبيديس. بتعمل له عمليه تجميل لاعاده تكوين الجزء الناقص من اليوريثرا او من قناه البول. بتعمل انواع كتيره جدا وطرق كتيره جدا، بس في النهايه اهم حاجه اللي حصلت للطفل ده فعلا صح ان هو ما يطهرش. ما نعملوش طهاره لان ما كانوش يعرفوا. ما هو الدكتور قال لهم ما هو ما طهروش، ما قالت ان هو الدكتور قال لهم لا. ليه؟ لان احنا بنستعمل الانسجه اللي بتتشال في الطهاره دي اللي بنرميها بنصلحها بيها، وبالتالي مهم جدا. طب ناخد تليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ معاكي طبعا. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام يا فندم. انا ابني كان عامل عمليه اللي هي فتحه في سقف البق من فوق من الاخر. ايوه. اللي هي فوق الزور على طول. ايوه. بس للاسف فتحت دلوقتي، جزء منها فتح اللي هي عند السن والمضمار بالظبط. ايوه. فمش عارفه نعمل عمليه ثانيه ولا ايه، ولغايه دلوقتي وعنده 2 سنين ونص لسه ما اتكلمش.
طيب حاضر. مش عارفه دي لها علاقه بالفتحه ولا لا؟ اللي موجوده عند هو عاملها من سنه وهو عنده بس 3 سنين ونص. وكل سقف الحلق مقفول ما عدا الحته الاخرانيه خالص؟ هو كان الفتحه في الاخر عند الزور من السقف. كان الفتحه اصلا من ورا في الاخر فوق الزور على طول. ايوه. فتحت كلها تاني؟ كلها فتحت؟ مش كلها، جزء بس منها. جزء تقريبا أكيد. اللي هو لسان المزمار تقريبا. اوكي. لان ما بشوفوش عنده خالص لسان المزمار، بلاقيه مفتوح لغايه الزور. هل نعمل عمليه تاني؟ لا، المفروض ان انت مش محتاجه تعملي عمليه، المفروض بقى في الحاله دي ان انت تتابعي مع اخصائي كلام واخصائي سمع. المفروض ان الولد يبتدي يتكلم، يعني لو كان كده يبقى مش محتاج يعمل عمليه تاني. يعني الجزء اللي فاضل ده غير مؤثر بشكل كبير جدا على عمليه الكلام، يعني ممكن يبقى بيتكلم. يعني مش مشكله كمان ملوش دعوه بالتاثير على الكلام خالص. لا، هو بيأثر الى حد خفيف، لكن الجزء الاساسي اللي كان عامل التاثير اتقفل، فبالتالي يقدر يتكلم من غير ما يكون عنده لكنه او صوت معين بتاع اللي هو سقف الحلق المشقوق، فالمفروض انك تتابعي. مش مشكله دكتور كل لسان المزمار ده مفتوح؟ لا، في حد ذاته مش مشكله قوي، يعني هو انت بتقولي مش مفتوح كله، هو جزء بسيط منه من اللي مفتوح اللي فضل ده في حد ذاته مش مشكله طارئه، لكن ممكن يتعلم الكلام برضه، ونستنى شويه لحد ما يحصل التئام الانسجه اللي اتعمل فيها العمليه دي كويس. ايوه ماشي، شكرا. احنا كنا بنتكلم على الاخت اللي اتكلمت قبل كده، حضرتك جاوبتها على الطهاره. فقلنا فهو الولد ده فعلا لازم ما يتطهرش الطهاره عشان يستعملها في اصلاح الموضوع. العيب. يستحسن ان الموضوع ده يتصلح بدري قبل برضه ما الولد يخش المدرسه ويبتدي يقف مع الاولاد وكده، فيعني ممكن نستعملها على سن 2 أو 3 سنين. بيتعمل اصلاح بطريقه معينه، الاصلاح ده ممكن يتعمل على مرحله او على مرحلتين على حسب نوع العيب ده في انواع منه. انواع منه تتعمل في مرحله واحده، وفي انواع قد تحتاج لمرحلتين. يعني لو هو ايه يتعمل في مرحله، لو هي على حسب بعد الفتحه الجديده اللي موجوده عن الفتحه الاصليه. لو كان مسافه قصيره بتتعمل في مره واحده، لكن لو كان مسافه كبيره في بعض الاحوال بنحتاج نعملها على مرحلتين. وفي بعض الاحوال برضه بنحتاج ان احنا بيتحط قسطره معينه بشكل معين بتفضل وقت معين عشان تساعد الطفل على الهيلينج، على الالتئام لحد ما يلتئم تماما وبعدين نقدر نشيل. بس لازم تتعمل في سن مش متاخر قوي يعني. طيب وبعدها بعد ما يتعمل العمليه وتنجح وتخف نعمل طهاره. طيب دكتور بعدها بقد ايه يا دكتور؟ ما تفرقش بعدها بشهرين 3 بس، المهم نكون اطمنا تماما ان احنا خلاص بيبقى فاضل اجزاء بسيطه جدا بقى الطهاره بيبقى اوريدي معظمها اتعمل في العمليه، الحاجات البسيطه بتتشال. طيب دكتور طارق، بالنسبه للاذن بقى ايه العيوب اللي بتبقى موجوده بالنسبه للاذن وبتحتاج تدخل لاصلاحها يعني؟ في عيبين كبار. في عيب جسيم اللي هو ان الاذن الخارجيه دي ما تكونش تنقص، مش موجوده بنسميها مايكرو اوتيا. الاذن مش موجوده او صغيره جدا. دي اعاده بناء للاذن الخارجيه من الاول وجديد خالص. نبنيها من الاول. او ساعات بيبقى في حاجه بنسميها البات اير او الاذن الوطواطيه او الاذن البارده اللي طالعه لبره. دي بتحتاج عمليه تجميل برضو لاعادتها لحجمها الطبيعي. بالنسبه للاذن اللي هي ما اتكونتش خالص بنحتاج نعمل اعاده بناء للاذن الخارجيه تبقى شبه الناحيه الثانيه. بنستعمل فيها غضاريف بتاعه الولد نفسه، الغضاريف بتاعه القفص الصدري. يعني بتفتحوا فتحه في القفص الصدري، ناخد جزء من الغضروف ونعمل له عمليه زي عمليه نحت شبه الناحيه الثانيه. شكل نفس شكل نفس شكل الغضاريف بتاع الناحيه الثانيه، وبعدين نزرعها في المكان بتاع الجلد بتاع المنطقه دي. بتتخيط يعني؟ لا، بنزرعها تحت الجلد ونقفل وننتظر لفتره لحد ما تبقى خلاص التزقت في مكانها ومسكت نبتدي نعمل لها عمليه رفع، لان هي بالاول بتبقى لازقه تحت الجلد، نرفعها ونحط وراها رقعه بحيث ان في الاخر تبقى منفصله ما تبقاش لازقه تحت الجلد، فتبقى عمليه عباره عن مرحلتين. يعني نعمل العمليه مرتين. مره نزرع الغضاريف اللي هي مشكله تحت الجلد، ومره ثانيه نفصلها. امتى بقى نعملها؟ ايوه احنا المجال مفتوح قدامنا، لكن في النهايه احنا دايما في الاطفال في العيوب الخلقيه بنحب نعملها قبل سن المدرسه عشان الاطفال ما يعودوا. لكن في نفس الوقت في بعض الاحوال اللي محتاجين ننتظر لما الانسجه تدينا فرصه نشتغل، يعني تبقى فيه انسجه. وبالتالي في الحاله دي بالذات يستحسن ان احنا نعملها على سن 4 5 سنين. يكون القفص الصدري كبر لحد يسمح لي اخد منه غضروف، وفي نفس الوقت الحق اعملها وتخف قبل ما الولد يخش المدرسه. فعلى سن 4 5 سنين ده مثالي بالنسبه لعمليه الاذن اللي هي اللي مش موجوده.
انما البات اير عباره لا قبل ما نتكلم على البات اير انا بتكلم على الجزء اللي انتوا هتاخدوه من القفص الصدري. هل مفيش مضاعفات بعد الموضوع ده؟ لا خالص، احنا بناخد جزء سطحي منه، مش بناخده كله، بناخد الجزء اللي على الوش اللي هنقدر نشكل بيه، فما فيش اي مشكله خالص، ما بيكسبش اي اثر ولا ليها مضاعفات ممكن تاثر عليه هيبقى في جرح، لكن لا ملهاش مضاعفات خالص عليه. احنا ما بناخدوش كله اصلا. اتفضل. بالنسبه للاذن الوسطيه بقى، الاذن الوسطيه هي اذن بارزه لبره. الاذن بارزه لبره يعني بارزه ازاي؟ ما هو يعني في حد بتبقى كبيره وبارزه ولا بتبقى لا ايه؟ في ممكن تبقى كبيره وبارزه، ممكن تبقى صغيره وبارزه، مالهاش علاقه. بارزه قوي يعني تبقى مثلا واضحه في الوش ان هي خارجه قوي يعني. بالظبط كده. هو في زاويه ما بين الودن هي قد ايه المفروض المساحه اللي ممكن الزاويه الانجل دي او الزاويه دي حوالي 30 درجه مثلا ولا 25 درجه، لكن ساعات تبقى كبيره قوي، تبقى حوالي 70 درجه مثلا. ففي دي الحاله احنا الهدف ان احنا نرجع الاذن تاني لورا. بس استاذنك نتكلم عليها، بس ناخد التليفون عشان ما يتقطعش. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عندي طفل صغير بس ودانه كبيره، يعني ممكن اعمل عمليه تجميل؟ ودانه كبيره ولا بارزه؟ لا هي زي بيقولوا بتقطع يعني. اللي هي دي البات ايه. هو عنده قد ايه؟ عنده قد ايه الولد؟ هو عنده حوالي كده 6 سنين. يعني ممكن كمان سنة. ممكن يتعمل له عملية طبعا للتجميل. خلاص بنرجعها كده. العملية بنعمل ايه بقى؟ العملية مشكلتنا ان احنا الاذن طالعه بره في زاوية كبيرة قوي بينها وبين الراس، وفي نفس الوقت التضاريس او الغضاريف اللي جوه الودن مش موجودة، بتبقى مفرودة، وده اللي خلاها بارزة لبره. مش باينه ودني. التجاعيد اللي موجودة اللي عاملاها شكل الودن مش باينه. في دي الحالة احنا عايزين نعمل حاجتين، عايزين نرجع الودن مكانها وعايزين نرسم التضاريس دي تاني جوه بحيث ما يبقاش لها ودن عادية. طب ازاي بتترسم دي؟ بنعمل ايه بقى؟ بنفتح من ورا الودن ونبتدي نشتغل على الغضروف بتاع الودن ده. بنعمل فيه، بنبتدي ننحت فيه وناخد غرز بطريقه معينه نطبقه على بعضه بحيث ان هو نبتدي نرسم الشكل ده بس من ورا. وبعدين لما نقفل بنكون اوريدي زقينا الغضروف كده، وفي نفس الوقت رسمناه فالشكل يبقى البروز يقل، وفي نفس الوقت الشكل التضاريس يبتدي يبان، تضاريس الودن نفسها. لما بترجعها. لما بترجع. دي مش بس لازم تعمل في الاطفال، دي ممكن تعمل في الكبار كمان. يعني دي حاجه تعمل بيها لو الطفل عنده او بعد ما يكبر. يعني ممكن لما يكبر، بس ممكن يستحسن قبل لان بيبقى فيه يتكلم معاه ويعمل له مشكله نفسيه، لان بيبقى فيه فعلا الولاد بيتاثروا نفسيا بالمواضيع دي. طبعا الولاد بيتكلموا مع بعض كتير. طيب هننتقل للاصابع يا دكتور. في الاطفال ساعات بيولدوا باصابع ملتصقه في بعض، يعني صابعين مع بعض، او مثلا في صابع مش موجود ساعات، او 2 مثلا مش موجودين. ايه بقى دور الجراحه في الموضوع ده؟ هو وازاي بيتم الاصلاح يعني؟ هو في انواع كثيره من المشاكل بتحصل للاصابع واليد. يا اما في اليد كلها على بعضها، يا اما في اصابع معينه، يا اما نتكلم الاول الاصابع وبعد كده اليد. اصابع ممكن تكون مش موجوده او زياده او ملتصقه. الزياده حله سهل، الاصابع ده بنشيل. الاصابع الناقصه حلها صعب شويه، ان احنا لو في صباع ناقص، لو الثumb بس الوحيد اللي بنحاول نعمله حاجه اللي هو الصباع الكبير، لان الصباع الكبير وظيفته مختلفه بين الصباع طبعا عشان بيمسك. لانه في مجال لو مش موجود مش هيعرف يمسك، هو عمودي على بقيه الصوابع وبالتالي مش هيعرف يمسك، فده الوحيد اللي محتاج نعمل له حاجه. وفي الحاله دي الحاله الوحيده اللي نقدر نعملها بنعمل له عمليه نقل لصباع من القدم نستعمله كصباع في الايد. طب ونسيب القدم كده؟ صباع ناقص في القدم مش هيفرق، لكن الابهام ناقص تبقى مشكله جامده جدا للبني ادم. لكن لو صباع ناقص في رجله مش هتفرق. فبيتعمل بطريقه بنسميها مايكروفاسكولار تكنيك او الجراحه الميكروسكوبيه بحيث انه يتفصل من تحت وتوصل من فوق. زي ما واحد بيتقطع صباع. الحاله دي بتاخد لازم الصبع الكبير في الرجل بقى ولا لا اي صبع تاني مش صبع كبير، الصبع الكبير في الرجل ما ينفعش لانه كبير على الايد. اي صبع تاني بيبقى منازل تقريبا صباع الصباع الزياده او الزياده لازم من نيجي نعمل له عمليه بنعمل اشعه الاول بنشوف الشرايين اللي بتدي الاصابع دي بتدي انهي واحد فيهم، يعني صباعين جنب بعض واحد منهم زياده، هل الشرايين رايحه لده اكتر ولا ده اكتر قبل ما نشيل عشان تشيل اللي ما عندوش كتير. طيب نرجع تاني بعد التليفون. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بنتي مولوده اصلا وفيها وحمه في وشها. الوحمه دي لونها بني وفيها بعض النقط السوداء. هي دلوقتي عمرها 8 سنين. فمش عارفه دي الوحمه دي ممكن انها تشيل ولا فيها شعر يا فندم؟ بسيط. وهل لونها بيتغير؟ لا هي لونها بس فيها بعض نقطتين كده سود. لا لكن هي طول اليوم ما بيتغيرش لونها، ما فيش اي تغيرات بتحصل في لونها طول الوقت؟ لا
خالص ولا حصل تغير على مدار السنين؟ هي لا، هي ما تعتبرش اتغيرت خالص ما اتغيرتش خالص. حجمها يعتبر ثابت. هل هي مرتفعة على سطح الجلد ولا في نفس سطح الجلد؟ لا، في نفس سطح الجلد، بس النقط السمراء دي ممكن تكون مرتفعة بسيط. لكن بقية الموضوع كله زي سوى الجلد واحد. اوكي حاضر. اتفضل. شكرا. طب نتكلم نخلص بس كلامنا عن الأصابع عشان نكملها. فالأصابع بقى اللي قلنا زيادة بيتشال بس ببعض المحاذير ان احنا نتأكد بس من البلاد سبلاي بتاعه. طب لو العصب نفسه مع الاثنين يعني خلاص لو قطعت منه ما يجراش حاجة؟ لو طالع فرع هنا وفرع هنا ما يجراش حاجة. بس عادة بيبقى زيادة ما بيبقاش له عصب. لكن في بقى الحاجة اللي بنسميها أصابع ملتصقة ان الصباعين يبقوا لازقين في بعض. ايوه. برضه بنعمل أشعة نتأكد الالتصاق ده التصاق خارجي ولا العظم كمان ملتصق في بعض. في معظم الأحوال بيبقى التصاق خارجي يعني الجلد بس اللي لازق. فبنفصلهم. بس عندنا مشكلة واحدة ان احنا لما نفصلهم في جزء ملوش جلد. هو تاخدوا جلد من حتة تانية تحطوه؟ ممكن من عنده برضه بس في طريقة تانية ان احنا برضه بنعمل هندسيا التجميل والهندسة مشتركين في حاجات كتير قوي. بنعمل الجروح بطريقة هندسية معينة بحيث ان احنا لما يتقفل يعني ينفع نقفل يعني ناخد بطرق معينه من الناحيه دي ومن الناحيه العكسيه. هي بس لو كان معانا رسمه كانت تبقى واضحه بس لما يتقفل نعرف نقفله نلاقي الجلد اللي بتاع الناحيه الورانيه يساوي الجلد بتاع الناحيه القداميه فنقفله. ده بس الاول نتاكد برضو ان هو بس مجرد التصاق جلدي مش التصاق عن طريق العظم. لكن لو التصاق عن طريق العظم لازم بقى بيروح لجراحه. لازم جراح عظم هو اللي طيب دكتور بننتقل بقى على سؤال الوحمات انواع كتيره طبعا. في وحمات دمويه اللي هي بيبقى جزء من الشرايين والاورده عملت ورم دموي يعني. وفي الوحمات اللي هي على سطح الجلد بس هي لون. برضه انواع كتير. طرق علاجهم كتير قوي. لا الاول قبل العلاج عايزين نعرف أسباب؟ كل حاجه ما هي اسبابها كلها عيوب خلقيه. في طبعا حاجات كتير قوي عامه اسباب للعيوب الخلقيه بتحصل في الاطفال. جواز الاقارب واذا كانت خدت ادويه اثناء الحمل واذا كانت خدت نوعيه الادويه ايه اصلا اللي هي خاصه بايه؟ كل الادويه كل الادويه ما عدا ادويه محدده جدا المفروض ما ناخدهاش اثناء الحمل والرضاعه الا اذا كنا عارفين الدواء ده بالذات مسموح. العكس يعني وده طبعا بقرار الطبيب اللي هو اللي بيتباشر عنده. ما بنعرفش ايه اللي ممنوع احنا بنعرف ايه اللي مسموح اثناء الحمل. ايوه العكس. وطبعا اللي بيجي لها ممكن حصبه او حصبه الماني او كده او اللي بتتعرض لاشعاع المده الطويله وهكذا كل دي اسباب للعيوب الوراثيه. مشكلتنا بقى هنعمل لها ايه؟ في طرق كتيره. في جزء كبير قوي من الوحمات بيروح له في خلال 5 سنين الاوائل بيروح. بس محتاج شويه صبر. وطبعا هو الدكتور يعني اللي هي الوحمات ايه اللي بتروح مثلا بعد 5 سنين؟ في جزء من الوحمات الدمويه بيروح الدمويه في خلال 5 سنين خالص. بس محتاج ان المريض يبقى عنده اطمئنان انها هتروح وان هو يشوف الطبيب والطبيب يقول له كده فيصدق ويهدى هتروح. وفي حاجات ما بتروحش من اول ما بنبقى عارفين انها مش هتروح او بنلاقي بعد 5 سنين لسه موجود فهذه نبتدي نعمل لها علاج. علاجاتنا مختلفه. في انواع كتير من الوحمات الدمويه ممكن تكون كبيره جدا جدا لدرجه انها مأثره على حاجات ثانيه ممكن تكون مأثره على النظر لو هي هنا ودايسه على العصب البصري او دايسه على عصب الاذن تأثر على السمع او تأثر على البلع وخلافه. ده كبيره جدا وفي الحاله دي بتحتاج عمليه لازالتها. وعشان العمليه تبقى سهله وامنه شويه بنحتاج قبل العمليه كمان بالاشعه عن طريق الاشعه نحقن الاورده اللي مدخله الدم للبتاع دي نقفلها وبتصغر ونعرف نشيلها من غير ما يحصل يعني تحقن الاورده نفسها تقوم عن طريق الاشعه تصغر تفضى وبالتالي لما تفضى يبقى ما فيهاش دم زي لو ما تعملش نزيف. ده لو حاجه كبيره لكن الحاجات الصغيره ممكن يبقى ازالتها جراحيا على طول من مره واحده او في طريقه جديده احنا بنعمل انواع معينه من الليزر بتعمليها قدره معينه على الاختراق. احنا بتقفل الاورده بس بوصل الحاجات اللي حواليها وبالتالي تصغر خالص الوحمه لحد ما تختفي لوحدها او يظهر منها جزء صغير جدا نشيله بعد كده احنا بعمليه جراحيه جدا. اللي هي كانت بتقوله بقى هل العمليه اللي بتشيل بيها الوحمه دي يعني بيتشال هي بتبقى سطحيه ولا بتبقى غائره؟ يعني على اساس ان هي لو فرت في مكان حيوي زي الوش زي الرقبه زي كده هتبقى غائره باينه حته داخله ولا هتبقى ايه؟ على حسب نوع الوحمه. لو الوحمه سطحيه خلاص يبقى احنا هنشيلها بس من الجلد. لكن لو الوحمه داخليه هنشيلها طبعا. احنا بنقول لحضرتك بنبقى الاول حقناها بحيث انها تصغر في الحجم. فبتصغر بالتدريج والجلد ينقبض عليها بالتدريج فتصغر لحجم معقول. اما نشيلها
هيبقى تسيب مكانها جزء فارغ طبعا. أيوة. عاده بنعرف نعمل له طريقه معينه داخل العمليه بحيث ان هو ما يبانش الجزء الفارغ ده، وبعدين الجلد يغطيه. لكن لو هي في الجلد شخصيا بس يبقى نحتاج نعمل لها استئصال ويتعمل لها بقى حاجه نسميها رقعه جلديه، ناخد رقعه من حته ثانيه في الجسم ونحطها مكانها زي الحاله اللي كانت بتتصل دلوقتي كده. دي بس فرق الجلد بيبان لون خفيف. احنا دايما بنختار لما بنيجي ناخد رقعه جلديه بنختار من مكان مقارب في اللون للمكان اللي بنحط فيه الرقعه. فهيبقى فيه لون خفيف في اختلاف بينهم، بس افضل بكتير طبعا من اللي هي المنظر اللي هي كانت بتوصفه. ان لما يكون جزء بني غامق وفيه اجزاء سوداء دي غالبا مش هتروح خلاص لان الولد عنده يعني هو بني وفيها اجزاء سوداء نقط يعني ولا سوداء. طب ودي ليه بتعمل كده ليه؟ فيها اجزاء يعني دمويه خفيفه جدا. ففي الحاله دي هيتشال ويتحط رقعه بدلها، حتى لو في فرق في اللون هيبقى فرق في اللون شكله ارحم شويه من المنظر ده. او ما دام الولد قالت عنده اظن 9 سنين او 8 سنين يبقى في الحاله دي خلاص مش هتروح. محتاج يعني محتاج عمليه ممكن في السن ده ولا لازم؟ ده طبعا لازم في السن ده. لازم في السن ده. لكن هو اساسا ممكن تتعمل قبل كده ولا لا؟ ممكن. يعني لو هو اقل من كده سنه يعني لو هنعمل استئصال وترقيع ما نستحسنش نعملها بدري قوي، لكن لو هنعمل ليزر او حق ده ممكن يتعمل من هو عنده شهور. طب دكتور في انواع اخرى من الوحمات بتكبر او هي بتبقى صغيره؟ ايوه. وكل ما يعني الشخص بيكبر بيبص يلاقيها كبرت قوي. انت قصدك على الحسنه بقى اللي هو الحسنه. دي انواع برضه. في حسنات فعلا بتكبر والدكاتره ممكن تقول لك لا دي ما ينفع طالما بتكبر مثلا يبقى لازم تتشال. بالظبط. هل هي فعلا لازم تتشال ولا في حاجات؟ في قواعد لحد ده. الحسنات بتكبر ممكن تكبر، لكن لما الاقيها بتكبر بسرعه او بتكبر في وقت قصير ويحصل فيها شويه تشققات او بتوجع او بيحصل فيها نزيف، بيحصل منها نزيف، او كان ما فيهاش شعر بقى طلع فيها شعر، او تاكل يهرشها يبقى حاجه لازم نشيلها. لازم نشيلها بعمليه بسيطه جدا، حاجه بسيطه بس نشيلها ونحللها عشان نتاكد ان دي مجرد حسنه ما حصلش فيها نوع من التحول لورم سرطاني في الجلد. ممكن تتحول يعني الحسنه تتحول لورم؟ ممكن يحصل فيها تحول طبعا. وفي الحاله دي انا ما اقدرش اطمن، يعني ما اقدرش اسكت ما دام ابتدت تكبر فضل ثابته في وقت معين، ابتدت تكبر وبتكبر بسرعه او حصل فيها حاجه من اللي قلت لحضرتك دلوقتي لازم تتشال. عمليه بسيطه جدا قبل ما نبقى محتاجين عمليه كبيره بقى، عمليه بسيطه خلاص تتشال، حتى لو فيها ورم خلاص تتشال. هي بتتشال ازاي بقى؟ كي ولا ايه يا دكتور؟ لا لو انا شاكك انها ممكن يكون فيها تغير ما ينفعش اعمل لها كي، في الحاله دي لازم اشيلها استأصلها. تتشيلها خالص. بس مكانها جرح خفيف جدا، جرح تجميلي ما يبانش تقريبا. بس الحاله دي لازم تتحلل، يبقى البني ادم الطبيب والمريض مطمنين ان ما فيهاش حاجه. طب هل هي بتتحلل بعد ما بتشيلها ولا المفروض نعمل تحليل او ناخد عينه ونجرب الاول نشوف العينه دي فيها ايه؟ في الاورام الثانيه ممكن ناخد عينه مبدئيه، لكن في الموضوع الحسن هي صغيره جدا، فهي العينه بتاعتها ان احنا نشيلها هي شخصيا. لان هي ما ينفعش ناخد منها هي كمان بقى، هي اوريدي بتبقى حاجه صغيره قوي بنشيلها كلها نحللها. ولو طلع فيها حاجه بنقدر نقيم اذا كنا محتاجين نعمل حاجه ثانيه ولا خلاص كده. طب بالنسبه يا دكتور للزوائد اللحميه برضه في حاجه اسمها زوائد لحميه برضه. بص نلاقيها طلعت كده وبتبقى يعني ليها عنق. ليها عنق. دي بقى موضوعها ايه؟ دي بتبقى زوائد من النسيج اللي بيغطي الجلد، جزء من الجلد. ودي علاجها، ودي سبب طلوعها ايه يعني؟ هي كده لوحدها ولا ايه؟ في من غير سبب، في اسباب نتيجه بعض الالتهابات الفيروسيه او بعض او الزياده في العمر والتشيك في الجلد نفسه بيعمل الزوائد الجلديه دي. الزوائد الجلديه دي مش مضره. مش مضره؟ لا مش مضره، لكن ساعات بس بتكبر يا دكتور. ساعات بتكبر وبتوجع. يعني بالذات لما تكون في اماكن معينه ثنايات او حاجات كده تيجي على اللبس توجع. وتبقى ساعات عند ناس في ظهرهم ولونها بيبقى غامق برضه ساعات. لونها بيغمق. في الحاله دي تتشال. ممكن تتشال بطريقتين، ممكن تتشال بس هل بترجع تاني؟ اصل في ناس انا عرفت ان في ناس شالوا حاجات كده ورجعت تاني وبترجع بكثره كمان. هي مش رجعت يعني، هي كانت بتحصل في حته ثانيه فحصل. يعني هي دي رجعت. يعني ما بترجعش في نفس المكان. لا يعني هو لو افترضنا ان هو كان هيحصل له مثلا 10 احنا شلنا واحده بس، في هيطلع بقيه ال10 هيطلعوا برضه. فهو اللي مضايقاه البني ادم هو اللي يشيلها، ومش كله، مش لازم يشيل كله، هو يشيل اللي مضايقاه. في حاجات معينه تبقى مضايقاه يشيلها بطريقتين، يا اما في ساعات بالكي، هي دي بقى اللي بتعمل لها الكي، او بالجراحه. طب لو انتقلنا لبعض العيوب الاخرى بالنسبه للاطفال، ايه العيوب اللي هي اكثر انتشارا بالنسبه للاطفال؟ العيوب الخلقيه بيتم اصلاحها بالتجميل.
بالتجميل احنا بنتكلم عن التجميل. التجميل هو اكتر حاجه شفت النبي، من اكتر الحاجات اللي بنشوفها. عيوب اللي هي العضو الذكري دي من برضه الحاجات الشائعه جدا، بالتالي بتبقى شائعه جدا. الاصابع يعني الى حد ما مش كتيره قوي. الاذن الوسطيه برضه انا بشوفها كتير، وبرضه ابتدت الناس تحب تعمل لها علاج، وبالتالي من الحاجات اللي بنشوفها برضه الوحمات موجوده بس مش بنفس الكثره. طب في حاجات بتحصل في اللسان نفسه يا دكتور؟ في حاجه بنسميها تانج تاي، اللسان الملزوق. اللسان الملزوق في تحت يعني بيبقى ملزوق تحت. هو المفروض ان في وصله ما بين اللسان والفم كده. في بعض الاولاد الاطفال بتبقى حاجه صغيره جدا ما لهاش طول، مش باين، وبالتالي تبقى لازقه اللسان في الفم من تحت، فتمنعه يتكلم وتمنعه يحرك لسانه بشكل طبيعي. فدي بتعمل عمليه والولد لسه مولود، يعني عاده ما بيعملهاش جراحه، بيعملها جراحه الاطفال. دي بتاثر على ايه يا دكتور؟ بتاثر على البلع وعلى الكلام، يعني الرضاعه برضه ما يقدرش طبعا. فدي بس دي حلها بسيطه، بتعمل في ساعه ما يتولد على طول، يعني جراح الاطفال في اول مره بيشوف الطفل ممكن بيعملها، دي مش محتاجه عمليه تجميليه يعني، مجرد بتفصل الوصله يعني بيقطع الوصله دي خلاص يبقى الولد خف. يعني دي مش عيب تجميلي ولا عمليه تجميليه، دي عمليه بسيطه جدا بتتعمل بعد الولاده على طول في الاول خالص. لكن في حاجه ثانيه بقى طبعا. بالنسبه بقى للاطفال برضه معرضين للحروق. لان الاطفال من الناس اللي متعرضين للحروق، والحروق بتعمل بعدها عمليات تجميل لتصلح انواع الحروق دي. من اشهرها حاجه بنسميها ممدد للانف، يعني حته محروقه وعايزين جلد نجيبه لها، نروح زارعين في الحته اللي جنبها السليمه ممدد كده بيتنفخ على مدار شهر ونص شهرين، ينفخ الجلد السليم. بعد كده يشيل الجهاز والجلد المحروق، الجلد اللي اتنفخ ده يغطي الاثنين، يكفي الاثنين، بيسموها عمليه تمديد الانسجه. جميل. معانا اتصال. الو. ايوه السلام عليكم. اتفضلي. من فضلك بس ممكن اسال الدكتور بس؟ معاكي. ماشي. السلام عليكم يا دكتور. انا عندي ولد كبير او عنده 28 سنه. هو كانت الطهاره بتاعته وحشه جدا يا دكتور، هو صغير ونزف كتير قوي. فهو دلوقتي بيقول لي ان هو احيانا بيتعب كده. طبعا ده شاب لو هو مش متجوز. هو عنده اساسا مشكله في النزيف، التجلط؟ لا هو ما كانش فيه حاجه دلوقتي، ما عندوش حاجه. لا هو بس بدأ يحس دلوقتي ان في حته كده ورمه، يعني زي جلد زياده، والطهاره بتاعته شكلها وحش، وبدأ عند الاحتكاك بيتعب جدا او عند الانتصاب. في عمليه اسمها عمليه تظبيط الطهاره او اعاده الطهاره، بيتعمل بيتشال الزياده طبعا ويقدر يعمل عمليه. لكن ما فيهاش مشكله يا دكتور؟ ما تاثرش عليه على الخلف؟ لا ما تاثرش على الخلف ولا حاجه، لكن هي بتعملها عمليه تتصلح وتبقى مظبوطه تماما. بنروح لاي دكتور تجميل او جراحه حتى، جراحه عاديه يا دكتور، لكن ما فيهاش اي مشكله يا دكتور؟ لا خالص. شكرا جزيلا. ودي لازم يروح يعملها ولا هو اصلا مسافر مش موجود حاليا؟ لا هو يعملها لو هو عايز، يعني ما فيهاش مش يعني لو استنى شويه قبل ما يرجع من السفر مفيش مشكله؟ لا مفيش مشكله. شكرا يا دكتور، شكرا، مع الف سلامه. الحقيقه بتليفون الاخت اللي كلمت يعني وقتنا خلص يا دكتور طارق. وقبل ما اختم لقائي بشكر الاستاذ الدكتور طارق احمد سعيد، استاذ جراحه التجميل بكليه الطب جامعه القاهره. شكرا يا دكتور. بشكركم سيداتي سادتي، وبنلتقي ان شاء الله يوم الاثنين القادم، لكن الساعه 11 صباحا، وموضوعات كتير تهم المراه وايضا خاصه بالطفل. بشكركم والى اللقاء.